هذه السهرات الطيبة والقيام لله عز وجل وإقامة الصلوات والجوع والعطش والكف عن الشهوات الحلال طاعة لله سبحانه وتعالى، في سرور، في بهجة، في فرح. اشكون منا متقلق من شهر رمضان؟ اشكون عصر عليه الجوع ولا العطش؟ والله يا ربي بكرمه جل علاه وقت اللي يأمر عباده بطاعة يفتح لهم فيها أبواب التيسير، يسهلها لهم. ناس اخرين قل لك هذم كيفاش يصوموا؟ ولقد رأيناهم ببجاحة وبوقاحة على فضائيات وفي وسائل الإعلام يقول أنا لا أصوم إلى منتصف النهار، والآخر يقول أنا لا أستطيع أن أصوم، والآخر يقول أنا لم أتعود أن أصوم، والآخر أكثر جرأة يقول له أنت إذا لم تشهد أن لا إله إلا الله ولم تصلي ولم تصوم قد يكون مصيرك النار. يقول له وما عسى أفعل في الجنة؟ أنا وشلتي وأصحابي نحن أصحاب في الدنيا لا نصلي ولا نصوم، وموقفنا وموقعنا في النار والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.